ضروري تسايرها على الحزن والسرور، وبنضحك ونتبسم لو القلب ما استراح، ونتصنع الضحكة ولو صدورنا تفور، من أجل الكرامة ما شكلنا وجع وراح، جعلنا الصدور مغلقة مثل ما القبور. مع تحيات سول استوديو طه المرادي. ويقول الملك عيشة المغترب كفاح يكفح في الغربة عسى تسبل الأمور، وخرج من بلده مقصده يجني الجباح على ما سمع بيغرف المال بالقدور، ولكن سنين الخير ويام ارتيحت ورد وما حصل سوى يومه الدبر، في الغربة ازدادت وسط قلبي الجراح، وكم شخص مثل ضيقته ووصله النحل، حظوظي جرت مجرى معاكس على الرياح، تبيد المطامح تكسر الساق والجذور، تبيد المطامح تكسر الساق والجذور، وتعلن ظلام الليل في أول الصباح برغمه ان ساعته سوا في يدي تدور، ولا يا سالي الحال يا فارد الجناح تسلى تمادى الراكب وداخل الصدور، وبنضحك ونتبسم لو القلب ما استراح، ونتصنع الضحكة ولو صدورنا تفور، نكابر ونتصبر ونسعى إلى النجاح، ونتحمل الدنيا الدنيا على الظهر، من أجل الكرامة ما شكنا وجع وجعلنا الصدور مغلقة مثل ما القبور، جعلنا الصدور مغلقة مثل ما القبور، ألا يا رفيق الحالنا يا مشمله ضروري تسايرها على الحزن والسرور، وفوصك لا تكثر من الحج والمزاح كثير، المزاح يخف قدره لدى الحضور، وتجمل مع الأصحاب وابقى لهم رزاح، وعنا الذي يحتاج دفعه إلى العبور، تخيل من الأصحاب الأجواد والقحاح، ومن كان فاسل انساه وتشغل له النسور، رفاقك رزاح الظهر واخوانك السلاح، اذا عابوا الاصحاب الاخوان ما تبور، اذا عابوا الاصحاب الاخوان ما تبور، الاخوان مارك الظهر بالحمز والفساح، لهم قدر فوق الراس له ساعة النشر، وحافظ على العادات في وقت الانفتاح، وحذر من الكبر وحذر من الغرور، ولا تحسب ان العمر وقت انقضى وروح، ترى الصيت يحيى صاحبه طيلة العصر، وبوصك في شأنهم قبلة الفلاح، إذا طيعتهم بالوقت عشت والعمر
السبب أبوك الذي دعا لك